أكبر دافع خلاني أختار الطب النفسي هو إني دايما كنت شايف إن الألم النفسي بيأثر في الإنسان أكتر من الألم الجسدي. أنا دكتور محمد صلاح، طبيب نفسي حاصل على البورد الأوروبي في الطب النفسي. بدأت رحلتي مع الطب النفسي في سنة 2012 في مستشفى العباسية للصحة النفسية في القاهرة، وهناك اتدربت على جميع أنواع الأعراض والاضطرابات النفسية المختلفة، من أول الضغوط الخفيفة إلى أشد الأمراض المستعصية على العلاج. حصلت على درجة الماجستير في الطب النفسي من كلية الطب جامعة عين شمس، كما حصلت على دبلومة تخصصية في العلاج المعرفي السلوكي. تدريبي وخبرتي في العلاج النفسي الكلامي بالإضافة إلى خبرتي الإكلينيكية كطبيب أضافت ليا كتير جدا، وخلتني بفضل الله قادر إني أساعد مرضايا بشكل شامل ومتكامل، مش بعتمد على الأدوية فقط. امتدت خبرتي العملية من مصر إلى السعودية، ومن السعودية إلى الإمارات. في الإمارات عملت عدة سنوات في مستشفى الأمل للصحة النفسية، أحد أكبر المستشفيات المرجعية للطب النفسي في دولة الإمارات، وهناك أيضاً كنت بتعامل مع عدد كبير جداً من الاضطرابات النفسية والمشاكل النفسية المختلفة. عملت كعضو هيئة تدريس مساعد في كلية الطب جامعة الشارقة، وشرفت بتدريب أعداد من طلبة كلية الطب على كيفية إجراء الفحص النفسي السليم وكيفية التعامل مع الحالات النفسية المختلفة. رسالتي هي نشر الوعي بالصحة النفسية وكيفية التعامل السليم مع المشكلات النفسية المختلفة. تابعني علشان تسمع أكتر.